حاولت كتير، عملت كل الخطوات اللي بتقولوا عليها، مشيت شوية وزي ما أنا عالق. مهما أعمل أنا عالق في مكاني، كل مرة بمشي خطوات وما بكملهاش لحد الآخر، وقف زي ما أنا محلك سر. دي شكوى مستمرة بسمعها دايما. بس تعالوا كده قبل ما نتكلم كل مرة في خطوات وهنعمل ايه ومش هنعمل ايه، تعالوا كده نراجع المعتقدات اللي بتخليني اقف كل مرة. مش يمكن انا عندي هنا عقبات في دماغي، متخيل الطريق بشكل معين وهو مش الشكل ده؟ الاكيد انه مش ممكن، لا، هو ده الحقيقة اللي بيخلينا دايما ما نكملش طريق لحد الاخر، برغم افتراض يعني ان انا ماشي على الخطوات صح. وفي الاغلب ممكن ما يكونش كده، بس انا هفترض معاكم ان انا ماشي على الخطوات صح ومكمل بقالي كتير، ولكن انا برضو حاسس ان انا في حتة كده واقف فيها ما بكملش. بسببها ما بكملش، ده بيكون بسبب قانون التصور اللي انا متصور بيه شكل الحياة، معتقدي عن الطريق. ثانية واحدة، كان في دبانة عمالة تلف، قمت رشتها كده. فرقم واحد، ليه انا ما بكملش الطريق للنهاية؟ ان انا ما عنديش رؤية واضحة لنفسي ولا للطريق. انا بصحى من النوم، بعمل الروتين بتاعي، بروح العب رياضة، بقرأ مثلا من الكتب اللي انا عايزة اخلصها على اخر السنة، بس بنقف. طب اقف ليه؟ لان انا ما عنديش وجهة رايح لها، الرؤية بتاعتي مش واضحة. انا في الاخر عايزة اوصل لايه؟ في الاخر انا عايز اكون مين؟ بعمل الاهداف دي عشان ابقى ايه؟ عدم وضوح الرؤية في الطريق بيخليني دايما اقف. مش دايما بتلاحظوا ان في اي شركة او حتى شخص بس بيعمل لنفسه براند معين، دايما يقولك ايه؟ الفيجن، الميشن. هو ده كلام بيتقال؟ لا، ده كلام مهم، لانه على حسب الرؤية دي الشركة بتمشي تجاه طريق. فالرؤية دي هي اللي بتخليني مع الوقت اتجاوز العقبات. فانا النهاردة اقعد كده واسال نفسك، انا رؤيتي النهائيه لنفسي شكلها عامل ازاي؟ زي مثلا انا رؤيتي لنفسي ان انا اكون شخص صحي، جسمي رشيق جدا، بعرف اعمل المهام اللي عندي بسهوله لان جسمي مساعدني لده. فدي مثلا رؤيتي. سواء بقى رحت جيم، عملت رياضه في البيت، مشيت حوالين العماره، مش مهم الطريق اللي هسلكه هيكون ايه، على قد ما مهم ان انا احقق الرؤيه دي في الاخر. لذلك في ناس بنقابلها لو ما راحش الجيم او ما عرفش يروح الجيم، ما عرفش يشترك، اشترك وما كملش، الحاجات دي بتوقفه. لا، انت عندك رؤية، انا ماشي تجاه الرؤية دي بغض النظر عن الطريق اللي انا ماشي فيه. انا بدي مثال صغير، بس المفروض ان الرؤية دي معناها اعمق من كده بكتير. تاني حاجة انا بسميها عقلية القفز. انا عايز النهاردة انا خطوة رقم 1، عايز بكرة اكون خطوة رقم 10. طب ازاي؟ ده حتى فيزيائيا ما ينفعش. فانا عايزه اطبقها في حياتي، وبعد كده ارجع الوم نفسي، انا شخصيه كسوله، انا شخصيه مش مسؤوله، انا لمجرد ان انا ما عرفتش انط من الخطوه 1 للخطوه 10 خلال كام يوم. ازاي؟ فاحنا مش العقليه دي لما بتسيطر على مخنا بتخلينا نحبط بسرعه جدا، ما نكملش في طريقنا، ونبتدي بقى نلقي على نفسنا بالاحكام اللي انا لسه قايلها من شويه. امال ايه؟ انت لو جينا نعمل تراكنج كده لكل الناس المؤثرة والناجحة واللي وصلت لأي شيء في حياتها، هتلاقي عقلية القفز دي اكس مش موجودة عندهم. امال عندهم عقلية ايه؟ عقلية النفس الطويل. ببدأ النهاردة بزرع، بستنى بقى بعدين. حتى مرة كنت بسمع فيديو الشيخ كان بيقول ايه؟ ان بناء الانسان خلاص لما ربنا ضرب بيه مثل في القرآن، ضرب بيه مثل ايه؟ اكتر عملية محتاجة صبر في الحياة، عارفين ايه؟ الشجرة. فالمزارع بيزرع البذرة من هنا، هل بيستنى الثمرة بكرة؟ بيستنى كتير عشان ياخد الثمرة دي في الآخر. لذلك هنرجع للمثال اللي ربنا ضربه في القرآن، وهو مثال الشجرة. هي دي دايما تخيل نفسك لما تيجي تبدأ في أي هدف من أهداف حياتك عشان توصل للرؤية المعينة اللي انت شايف نفسك فيها، انت شجرة بتزرع النهاردة، تسقي بكرة، بعده ما طلعتش الزرعة، هل ده أمنع سقيتها؟ هيحصل إيه لما أمنع السقية عنها؟ هتموت وهي تحت الأرض لسه. إنما لما أفضل أسقي فيها، هي في يوم من الأيام هتكون شجرة كبيرة جدا، فروعها ثابتة في الأرض، والثمار بتاعتها يعني كل العالم بيستفيد منه. لذلك لازم يكون عندك مبدأ واضح. احترم الوقت. كل عملية في الحياة بتحتاج وقت،
سواء الشجرة، الطبخة نفسها على النار بتحتاج وقت. كل ده بيحتاج وقت. كل ما احترمت الوقت اللي هتوصل فيه للنتيجة اللي انت عايزها، كل ما النتيجة جاتلك على طبق من ذهب. لذلك عشان خاطر نكمل الطريق للنهاية لازم نتخلص من عقلية القفز. وان انا افتكر دايما ان ربنا لما ضرب مثل لبناء الانسان في القرآن ضربه بمثال ايه؟ بناء الشجرة. لان دي اطول مدة انت بتقعد تكبر في حاجة لحد ما تاخد النتيجة بتاعتها. واحنا كمان كده بنقعد وقت طويل قوي عشان ناخد النتيجة اللي احنا عمالين نزرعها بقالنا سنين. وبخصوص النقطة دي، عشان الكلمات اللي احنا بنقولها لنفسنا مهمة قوي، بطل تقول لنفسك انا مستعجل، انا عصبي، انا ما بقدرش اصبر. لا لا، من النهارده حتى لو الصفات دي مش فيك خليها فيك ولو بالكذب. انا شخصية صبورة، انا بستحمل كتير، انا مستعد اصبر عشان هدفي. حتى لو الحاجات دي مش فيك، غصب عنك او غصب عنك الكلام ده لما بنقعد نكرره ونقوله لنفسنا كتير بيلزق في عقلنا، بنشوف نفسنا بالصورة دي. فانا شخصية مثلا انا من جوايا شخصية مش صبورة، بس من كتر ما هقول انا شخصية صبورة وبصبر على اهدافي وهستنى، وربنا ضرب مثل في القرآن ببناء الشجرة، ببناء الانسان هو زي زراعة الشجرة، اذا انا هصبر. كل الكلام ده لما بتقعد تقوله لنفسك واحدة واحدة هتلاقي نفسك مشيت في الهدف وقطعت شوط كبير وانت على هادي. كلمة استعجال شيلها من قاموسك تماما عشان توصل لأي هدف حتى لو كان هدف قد كده. انما انا بستعجل، خلاص بقى هتقف في الطريق 900 مرة، وهتلاقي نفسك دايما بسبب الوقفات دي بترجع لنقطة الصفر تاني وتبدأ من أول وجديد. لا، امال انا اريح نفسي من الدوامه اللي انا بحط نفسي فيها كل مره دي، ان انا ابدا وما اكملش فارجع لنقطه الصفر، ابدا وما اكملش فارجع لنقطه الصفر. امال حل الموضوع ده ايه؟ ان انا اصبر. انا ببني طوبه طوبه. عقليه القفز اللي احنا بقينا بنعاني منها بسبب وجود التيك توك والفيديوهات بتاعت الريلز السريعه، الافكار دي هي اللي زرعت او زودت جوانا شعور عقليه القفز. برضو لو هندور هنلاقي محدش حقق حاجه كبيره ذات معنى إلا بعد سنين طويلة، بعد شهور من العمل الجاد. وفي تمرين كده لطيف جدا دايما بعمله عشان أزود قوة الاحتمال بتاعتي في الشيء اللي أنا بعمله، إن أنا أي حاجة أنا بعملها دايما بزود فيها 5 دقايق، 10 دقايق. قاعدة على المذاكرة خلاص زهقت جبت آخري، طب أقول 10 دقايق كمان. على التريد ميل أو بمشي وخلاص تعبت خلاص جبت آخري، أزود 5 دقايق كمان وأوقف. الطريقة دي بتزود قوة احتمالك، فلما قوة احتمالك تزيد تلاقي نفسك بتصبر اكتر، نظرتك لنفسك تتغير. ثالث حاجة بتوقفنا عن ان احنا ما نكملش الطريق، اننا فاكرين ان الطريق الى الهدف هو طريق ممهد، خط مستقيم بدون منحنيات بدون مطبات. وللأسف نيجي نتصدم بالواقع ونلاقي ان الطريق مليان مليان مطبات وحفر، وكل مرة هقع. وان انا عشان اكمل لازم اكون مقتنع ان وقعتي في الطريق هي الطريق. انا دلوقتي ماشي في هدف وبحققه وزي الفل، وفجأة جات لي انتكاسة، لا قادرة اقف واكمل ولا قادر حتى يجيلي حماس تاني وحافزية ان انا اكمل. ده جزء من الطريق، ده جزء من الطريق. عشان تتجاوزه تقبل وجوده، انه انا عادي، انا انسان مش آلة، بقع في النص مش هقدر اكمل. امال حل الامر ده ايه؟ مش معناه ان انا انسان فاشل وكسول ودايما بقع وعمري ابدا ما هكون من الناس الجامده دي، لا. هو الفكره ان كلنا حتى الجامدين بيجي لهم الحفر دي اللي بيقعوا فيها. حتى كده في مسمى كده في علم النفس بنسميه الديد فالي، اللي هو الوادي بتاع الموت، كلنا بنقع فيه، اللي هو مش قادرين، ملناش مزاج، مش عارفين نعمل حاجه، بيجيلنا انتكاسه كبيره. حل الامر ده ايه؟ انك تتقبل انك انسان وهتقع، وان الوقعه دي جزء من الطريق. لا لا لا، مش جزء، هي الطريق. لو ما وقعتش الوقعه دي مش هتوصل للهدف الفلاني ده. اذا وقت ما تجيلك الوقعه او الانتكاسه لان الطريق للنجاح او الطريق للاهداف اللي انا عايزه اوصل لها مش خط مستقيم، اتقبل الحاله دي. تقبلها بمعنى ايه؟ واحد، لا القي على نفسي اي احكام، اصل انتي كسوله، اصل انتي فاشله، ولا القي احكام حتى على الحاله اللي انا فيها. اوكي. 2، ما اتفاعلش معاها. يعني ايه؟ يعني مش انا نايم على السرير اذا هترك كل شيء، لا. دايما في سؤال هساله لنفسي في اللحظه دي، ايه المينيمم، ايه اقل شيء لو انا عملته الحاله دي هطلع منها بسلام؟ او ايه الشيء الوحيد اللي لو عملته
خلاص يبقى انا كده برضو كسبان. بس الشيء الوحيد ده انا مش هتخلى عنه، وطبعا الشيء الوحيد ده هيكون اكيد حاجه ليها علاقه بربنا. رابع نقطه بتخلينا ما نكملش الطريق للنهايه هي الملل والركون الى المزاج. انا حاسس بملل لان طريق اللي هو بتاع ان انا خططت لهدف معين وعايز اعمله، فانا مطلوب مني كل يوم ستبس معينه بعملها. ده بعد اول كام يوم بنحس بحماسه وان احنا يعني مقبلين على الهدف ده وعايزين نعمله فرحانين قوي بالسيستم والنظام اللي احنا عاملينه. بس مع الوقت السيستم او الستبس دي تحس بملل تجاهها. زهقت من ان انا كل يوم اصحى اصلي وبعد كده مش عارفه اقرا ايه واعمل رياضه ايه واعمل كذا واشتغل على هدف. كل يوم بعمل الحاجات دي، هيجيلي لحظه احس فيها بالملل وان انا بقى عايزه امسك بقى الموبايل واقعد اتفرج على الفيديوز. شعور الملل ده بيخلينا نقف برضو في الطريق. فاحنا لازم نجهز عقليتنا من دلوقتي ان في ملل كتير قوي هنحس بيه. بس الملل ده جزء او نوع من انواع المشاعر اللي احنا لازم نحسها في الطريق اللي احنا ماشيين بيه. وان انا لما احس المشاعر دي، ده نوع برضو من انواع التضحية اللي انا لازم اقدمها في الطريق ده. مين قال ان انا حد لما بيوصل لحاجة او يحقق هدف معين هو ما بيضحيش بحاجة؟ هو ابسط شيء بيضحي بيه شعور الملل اللي لازم يحسه. امال انا هماشي في طريق حاسس بالحماسية والشغف طول الوقت تجاه الحاجة اللي انا بعملها؟ ده كلام كذب. حتى لو الحاجة اللي انت بتعملها دي روحك فيها بتحبها جدا، بس لازم هتحس بشعور الملل ده. وده جزء من التضحية اللي لازم تقدمها في الطريق اللي انت ماشي فيه. انا الفيديو ده اخترت ان هو يكون اليومين دول عشان احنا لازم نغير المعتقدات دي او نشيلها من تفكيرنا، عشان السنة الجديدة ما تكونش نفس الخطوات اللي احنا عملناها في 24 وفشلت. الحاجات ديت هي العقبات اللي بتوقفنا دايما. طرق التفكير اللي احنا بنفكر بيها في طرق النجاح او نظرتنا عن نفسنا هي اللي بتوقفنا دايما. لو انا بعمل الخطوات صح، صوت الشعور بالملل وان انا عايز اعمل حاجه بقى حاجه تانية غير كده، الشعور ده بيجي من هوى النفس. دايما نفسك ما تحبش تضرك بس بتحب المتعه. خلينا نعمل حاجه كده حلوه ولطيفه وتروق علينا او تطري علينا الجو. هي مش قصدها تاذيك بس هي عايزه تستمتع. فاحنا لما نكون فاهمين انه الملل جزء من الطريق، وانه نفسي الهوى بتاعها هو اللي عايز ده مش نفسي الحكيمة، وان انا اقدر اتجاوز الشعور ده بان انا دايما اخر اليوم بعمل حاجة اسمها المي تايم، الوقت الخاص اللي بعمل فيه حاجة ممتعة لنفسي بتخليني حاسس ان انا رايق ومبسوط وعايز مستني تاني يوم ابدا اشتغل فيه عشان اتحمس اكتر. وانه الاجازة اخر الاسبوع الويك اند برضو بعمل فيها حاجة لنفسي. الاجازات اللي انا بديها لنفسي دي كل شوية او المي تايم اللي انا بعمله لنفسي كل شويه هو ده اللي هيقلل الشعور بالملل. هل هينهيه تماما؟ لا، لان الملل جزء من الطريق، وان انا عشان اخد حاجه لازم اضحي. والتضحيه في ابسط صورها ان انا استحمل شعور الملل تجاه الهدف اللي انا رايح له. اخر نقطه رقم 5 هي التعقيد. ما بنكملش ليه في الطريق بسبب التعقيد، ان انا بعقد على نفسي الخطوات اللي انا همشيها وراكم على نفسي اهداف كتير بصورة معينة لو ما حققتهاش انا مش هعرف اكمل. زي على سبيل المثال انا لازم الروتين بتاعي الصباحي يمشي بخطوات معينة، لو ما مشيش بالخطوات دي مش مكمل. طيب ما تكملش براحتك، محدش هيسأل فيك اصلا. امال ايه الحل؟ في جملة كده قريتها مرة وهي جملة صح: if it's not simple it doesn't work. يعني لو الموضوع مش بسيط اللي انا رايح ليه، الخطوات اللي انا ماشي فيها مش بسيطة، مش هعملها. انا واحد دلوقتي اصلا ما بلعبش رياضة، فورا بدأت بان انا عايزة اروح العب كارديو في الجيم واشيل حديد. لا، انا هشترك في الجيم عشان امشي على المشاية بس. والله قعدنا شهر نعمل الخطوة دي او اسبوعين، هبتدي اخش على الخطوات التانية. انا واحد اصلا ما بقرأش اي كتاب، ما بقرأش اي جملة. خصص لنفسي وقت 5 دقايق ما زدش عنهم اقرا فيهم ان شاء الله صفحة. 5 دقايق كتير على قلبي يبقوا 3 دقايق. دايما الحاجات بتيجي بالبساطة دي. بس احنا التفكير المثالي بتاعنا هو انا طيب هعرف اوصل للرؤية الكبيرة بتاعتي بال3 دقايق وال5 دقايق والمشاية؟ لان البساطة دي هي اللي هتخليك تعرف تكبر الهدف. انما لما تعقده والله لو مشيت في سنة هتبطل برضه. ودايما اختار الشيء الاقرب لروتيني. كل ما اخترت حاجة اقرب لروتيني الحالي حتى لو هو روتين سيء
كل ما عرفت اعمله. وده اللي هياخدني من الروتين السيء للروتين الجيد او الروتين الممتاز بعد كده. في عقبات كتير بتوقفنا في الطريق، بس دول اكتر 5 حاجات انا لمستهم في حياتي، في حياة الناس اللي حواليا، دايما بيوقفونا ان احنا نكمل الطريق للنهاية. 5 حاجات. اول حاجة، احدد الرؤية. ايه رؤيتي لنفسي؟ انا نفسي اوصل لايه عشان اوصل في الاخر رسالة ايه؟ ان ربنا لما يسألني يوم القيامة انت افنيت عمرك في ايه، انا جملتي جاهزة عشان كنت بعمل كذا كذا كذا. خلاص، يبقى عندي رؤية واضحة. لذلك لما تقابلني عقبات كتير في الطريق انا مكمل، انا عارف انا رايح على فين. 2، عقلية الصبر. طب ازاي اوصل للعقلية دي؟ زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الحلم بالتحلم، وانما العلم بالتعلم، ومن يصبر يصبره الله. اخدها خطوات بسيطة واصبر على نفسي، بمعنى ادعي ربنا ان هو يصبرني، وان انا احط زي ما احنا قلنا قانون زيادة الاحتمال، احط 5 دقايق لنفسي زيادة. الحاجات دي لما اعملها هتزود عندي كمية الصبر اللي انا اقدر اكمل بيها في الطريق، وتنمي عندي العقلية دي. تالت نقطة قلناها اللي هي ان الطريق للنجاح مش خط مستقيم، يبقى هنقول عكسها ايه؟ انه العقبات هي الطريق. كل ما وقعت انا عايز اتقبل الامر ده، وان انا انسان مش آلة، وان انا ما اقولش احكام على نفسي وانا في الحالة ديت، وان انا اسأل نفسي ايه المينيمم اللي ممكن اعمله يطلعني من الحالة دي. اوكي؟ ودايما هيكون المينيمم ده ليه علاقه بربنا. الملل والمزاجيه، وان الامر دوت انا لازم اصبر عليه، وده هيرجعنا لنقطه الصبر، لانه انا لازم اضحي. انما طريق بدون تضحيات ما شفتوش قبل كده. و2، الملل ده اقدر اتجاوزه بان وجود متع صغيره تخليني اكمل. 5 نقطه عشان خاطر اتجاوز العقبات دي هي البساطه. حطيت هدف وحطيت خطوات، اسال نفسي الخطوات دي بسيطه اقدر اعملها بروتيني الحالي؟ لو لا، يبقى اقلل الخطوات، اغير الخطوات. المهم اوصل لخطوات بسيطه جدا اقدر اعملها في روتيني الحالي. ال5 نقط دول حقيقي لو احنا بدأنا نشتغل عليهم هيحصل شيفتنج في المايند سيت تماما. هتقابل فعلا سنة 25 بعقلية جديدة تماما. يا رب يكون الفيديو مفيد ليكم، ولو عايزين تسمعوا اي مواضيع تانية اكتبولي في الكومنتس وانا هعملها ان شاء الله.